ليلة المعلقين في المجلس كانت ممتعة بحضور أبرز معلقي القنوات الخليجية والعربية، لكن ما هي قصة نور الدين الحفصي مع رؤوف خليف؟ الموضوع هو أنه في الحديث الصحفي الذي أدلى به رؤوف خليف لجريدة السوبر رحمه الله أنه تحدث عن زملاء لم يعلقوا بتاتا أذكر منهم معز بولحية الذي يعمل حاليا كمذيع في قناة الجزيرة، وذكر حزام العجيمي التي تقدم حاليا برنامج نجوم الجزيرة. نعم. وقال أني عملت مع الجيل الذهبي في التلفزيون التونسي. من هو الجيل الذهبي؟ ثم أناس صراحة لم يعلقوا بتاتا، لم يكونوا معلقين. أنا عندي لحد الآن يا خالد عندي السوبر، مجلة السوبر ما زالت لدي. لكن شيء لي صراحة لأنه أراد أن يزين صورته في هذه المجلة وفي هذا المقال، وأراد أن يعمل لوك جديد وكأننا غير موجودين. نحن عندنا مثل في تونس معروف يقول هذا المثل: ما نوليو شرفاء إلا ما يموتوا كبار الحي. وهل أنت من كبار القوم؟ احنا ما زلنا أحياء نرزق وبحول الله. أنا عملت سامحني يا رؤوف، أنا عملت مع رضا العودي ومع هشام الخلفي ومع حسين الوادي وحتى مع عصام الشوالي الموجود معكم. عملنا في فريق الأسبو، فريق التعليق للاتحاد الإذاعات الدول العربية، والكل رشد. وناهيك يمكن أن تسأل علي حميد بتاع الإمارات معناها أكبر شاهد. خلي أقول لك عن نور الدين الحفصي. رؤوف خليف لم يكن موجود في تونس يا خالد، لم يكن معلق. تعلق على 4 5 مباريات بصراحة، لم يكن معروف بتاتا. هو عرف لما راح إلى أرتيه. وأنا ربما شيء هو أني في يوم من الأيام في مكتب مصلحة الرياضة في التلفزيون، السيد رؤوف خليف كان يقوم بصراحة بخطاب بصراحة غير مقبول تجاه عصام الشوالي، ويتحدث عن عصام وعن شغله مع أرتي كيف كذا وما المال كذا. قلت له بالحرف الواحد: يا رؤوف خلي عصام يشتغل وخليه ربي يعاون. مفتري وكذاب. لا اله الا الله. لا لما يتعدى الامر حدود اللياقه والكرامه هذا الشخص مفتري. هو انه بصراحه واحد يمحي التاريخ، يمسح التاريخ. خليني مال اليوم فرصه باش نعطيك الحقائق الاربعه التي رفضت مع الاخ اسامه الشيخ انه ينزلها لك في المجله. انت من تدعي الامانه وتحكي اني انا حكيت على الشوالي. خلينا نوضحوا شيء ساعه. انت تحكي انا دخلت الاي ار تي قبل الشوالي، هذه اولى ساعه. 2 انت شعبه وحزب في نفس الوقت. خليني اوضح هذا، خليتك اتكلم. لا اسمح لي يا اخي، اسمح. خليني انا سمعتك الان، خليني اتكلم معك. انا ممكن اطلب لك الان اي ارقام تعطيك حقيقتك. انا لا احكي انك تاخذ الملفات الحقوق القناه الكاس تروح تبحث فيها مع توفيق العبيدي داخل التلفزيون عشان تظهر انك محترف. لن اتكلم عن هذه الحقائق المهنيه. الزم حدودك ولا تخليني اتكلم اكثر من فضلك. انا لو عرفت انك جاي انت ممكن في المداخله ما كنت اجي. لانه الاثاره ليست بهذه الطريقه. بس هذا الشخص الى الان ودي يكن كل الحقد. يعني تخيل انا متكلم معاه فيه الى الان شيء في قلبه، هذا ماله؟ لا بس قلت لك انا انه هذا الحوار محرف وموجود في صحيفه الدستور. يا استاذ نور، يا استاذ نور يعني الاستاذ رؤوف يقول لك ان هذا الحوار محرف وليس هو اللي نزل في مجله سوبر. هو على لسان رؤوف الان يقول لك هذا الكلام. اسامه الشيخ يعرف وعاقب مراسله في الاردن ويعرف الحقيقه، واتمنى تدخل الاخ اسامه الشيخ. رفض انه 3 ورقات اللي انا بعثتهم يطلعهم لك لانهم يدينوك بصفه قويه جدا. ها موجود اسامه الشيخ ونطلبوه الان بالتليفون، ونطلبوا الاخ توفيق العبيدي ويحكي لهم عن كل ما فعلته انت في التلفزيون. تتكلم الان لا حول ولا قوه. انت كنت تحمل له انت من كنت حزب ونقابه لم يحصل في العالم ابدا. انا ما ودي نوصل مرحله انك تكون حزبي ونقابي في نفس الوقت. هذا الرجل كان اكبر عدو للمتعاونين الخارجيين للتلفزيون التونسي وهو يعرف هذا. كان يطلب منهم انه احنا لا نعلق على المباريات الدوليه لانه هو يشتغل في التلفزيون، هذا شغله اكل عيشه، واحنا افضل منه تعليق دولي لانه ما يعرف في المباريات الدوليه ولا يعرف اي لاعب كان، وكان يتحجج دائما بالغياب. واطلب رئيس مصلحه الرياضه توفيق العبيدي الان يقول لك نفس الكلام. انا لا اتكلم الا بالحقيقه.